الحويدقات والمعكيزات يا اهلا وسهلا. شفتي ليا هاد الحليوه وسمعتي ليا هاد الصوت، وانا اكيده بلي فكرتك في الايام الصغر والوالدين والخوت. تبعيني نصيبوها مجموعين. هانتي لاله في اناء، عندي واحد جوج ليفاس ديال الدقيق، رشاشه ديال المليحه، ومعلقه ديال السكر سنيده، نص معلقه ديال الزبده، نص ساشي ديال خميره الحلويات، وجوج معالق ديال الماء الزهر. ما كانش الماء الزهر عوضيه بالفاني. بيضه، شويه ديال الماء يكون دافي، غير شويه، ما بارد بزاف ما سخون بزاف، يكون يلاه دافي. صافي كنجمع العجين ديالي، كندلكو واحد شويه بيدي تماما. القوام ديال العجين يكون بحال مسمن، وحتى الطريقه حتى هي بحال مسمن. كندير له واحد السلوفان ولا بلاستيكو وكنخليها كترتاح، كل ما ارتاحت كل ما مزيان. كندهن سطح العمل برشيشه ديال الزيت، وكنشكل العجينه ديالي كويرات، غير هو شكليهم صغار، ما تكبريش يديك. من بعد ما كنسالي العجين ديالي بالتكوار، كناخذ هاد النقطه هذه مهمه. اناء كما شفتي، خصك، انا خدمت هنايا في البراد ديال الحليب، غير هو خصو يكون نفس العرض اللي عنده من التحت، يكون حتى في الفم ديالو يكون عنده نفس العرض، طالع هكا عرض واحد. كنظن فهمتوني. ما ديريش البراد يكون من التحت واسع ومن الفوق فمو مجموع، لا. ولا ديري شي اناء مثلا بحال بواطه ديال الحك ديال مطيشه، ولا داك البواطات ديال الحليب ديال شحال هادي. المهم انا غير قربتكم وعطيتكم البديل. كما شفتوا معايا، نرجعوا للوصفه ديالنا. من بعد ما كيسخن الزيت مزيان، العجينه كنغطيها بواحد البلاستيكه من الفوق باش ما تديرلياش القشره على الوجه ديالها. كنطلق كويره ديال العجين ديالي حتى كيبقى يبان ليا سطح العمل، وكندوز يا اما بالسكين الموس، ولا بداك الجراره ديال القطاعه، عفوا قطاعه ديال البيتزا اللي كان. كما كتشوفوا الكميه ديال الزيت تكون شويه بزايد، النار ما تكونش مجهده بزاف، تكون قليله الى متوسطه. والعجين ديالي فاش نبغي نحطها في البراد ولا في الاناء اللي فيه الزيت سخون، ما نحطهاش دفعه واحده، الا كما كتشوفي معايا شويه بشويه تنشف التحتانيه اللي هبطت للزيت، عاد كنطلق كلشي. تيقوني كتجي واحد البنه فيها زوينه بزاف، مقرمشه، ما شربش الزيت، خاويه من الوسط. يمكن لك تزينيها بالسكر كلاصي ولا دوزي فوق منها العسل. انا دوزت فوق منها العسل، والنتيجه هي هذه كما شفتي في الاول الفيديو. كنتمنى منكم ما تبخلوش عليا من التشجيعات ديالكم، عاونوني بالبارطاج والتعاليق ديالكم الطيبه والمحترمه، وكنشكركم بزاف بزاف على الثقه ديالكم فيا. وكنشكر جميع الاخوات اللي كيتوقوا في الوصفات ديالي وكيجربوهم، وكنقول لكم بالصحه والراحه.